يا مساء الفل. موبايل 16 جيجا رام وسعره 4700 جنيه. الشركه اللي هنتكلم عنها النهارده شركه من مجموعه شركات فعلا كان اول موبايل صورت بيه فيديو على القناه كان من الشركه دي، وهي مجموعه ترانشن. دي مجموعه بتمتلك اكتر من شركه للهواتف الاقتصاديه والهواتف المتوسطه والمتوسطه العليا. دي تعتبر من الشركات اللي بتديك قيمه مقابل سعر. ايتل اس 23 موبايل هيديك امكانيات وحاجات انت محتاجها بسعر قليل في الاسعار اللي موجوده حاليا. اول حاجه هنتكلم عنها في الموبايل هي التصميم. تصميم بلاستيكي زي معظم او كل موبايلات الفئه دي، ولكن هنا الشاشه اي بي اس ال سي دي 90 هرتز، وحجم الشاشه هو 6.6، وده بيعتبر الحجم المثالي اللي انا بشوفه مظبوط، اللي هو مقارب لل 6.5 بوصه. الكاميرات جايه بشكل دائري كده جميل، او شكل تصميم جمالي شابه لتصميم هواتف الفلاج شيب. حواف الشاشه في الناحيه السفليه هتلاقيها شويه كبيره، ولكن ده برضو حال الموبايلات اللي في الفئه الاقتصاديه، ان معظمهم بيبقى الجزء ده كبير شويه علشان بيحافظ بيه على الشاشه للصدمات، لان الموبايلات دي بتكون مع شباب اكتر منها مع ناس تقدر تحافظ على الموبايل، فهو بيحاول يديك اقصى ديورابيلتي تحافظ على الموبايل. كمان موجوده بشكل كبير في الامارات، وده انا شفته وصورته للشوب بتاعهم هناك اللي فيه اكتر من موديل. بيجي باندرويد 12 ومعالج يونسكون تي 606. ويونسكون تعتبر شركة معالجات معروفة، ولكن ما كانتش في مجال الموبايلات بشكل كبير، ولكن معالجاتها من المعالجات اللي تقدر تعتمد عليها في الأداء المتوسط. الموبايل بيجي بأكتر من ذاكرة، فبيجي 8 جيجا رام مع 128 جيجا ذاكرة و8 جيجا رام مع 256. الحلو هنا انك تقدر في موبايل فئة اقتصادية تزود راماتك من 8 ل 16، بحيث انك تاخد من الذاكرة العادية بتاعة الموبايل وتزود من السيتنج تخليها 16 جيجا رام، فهنا يديك سرعه مضاعفه بالنسبه للموبايل هتكون كويسه جدا في الفئه دي. والخاصيه دي دايما موجوده في موبايلات الفلاج شيب، ولكن بدانا نشوفها في الموبايلات الفئه الاقتصاديه. وعندنا نوع الذاكره هنا هو يو اف اس 2.2، وده رقم كويس جدا على الفئه الاقتصاديه لان معظمها بتستخدم اي ام ام سي. هنا كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه 1.6. فتحة عدسة 1.6 ده رقم كويس جدا، هيديك استقطاب للضوء في الإضاءات الضعيفة علشان تقدر تاخد صور بشكل كويس، صور فيها تفاصيل في الإضاءات الواضحة والقوية، وصور مقبولة جدا في الإضاءات المظلمة أو الإضاءات الضعيفة. هتقدر هنا تتعامل مع موبايل بيديك قيمة أكتر من السعر اللي أنت دافعه. عندنا كمان بصمة جانبية درجة استجابتها كويسة جدا ومش هتجلي معاك، بس ظبط إيدك وأنت بتعمل البصمة لأول مرة. وعندنا بطارية 5000 ملي أمبير، والبطارية دي بتقعد معاك مع المعالج اللي قادر ينظم الموضوع، هتقعد معاك لمدة من يوم ليوم ونص حسب درجة وقوة استخدامك، وهتشحن البطارية في مدة ساعتين. فانت تأكد ان البطارية مشحونة معاك تمام، ما هتخرج مش هتحتاج تضيف او تزود شحن في خلال اليوم. الموبايل مصنوع في مصر وليه ضمان في مصر عن طريق الوكيل رايا، فهنا هتاخد الموبايل بسعر كويس وهيكون ليه ضمان وقطع غيار متوفره وكل حاجه. يقدر يديك قيمه مقابل سعر لما يكون سعره 4700 جنيه تقريبا او 4600 جنيه للنسخه ال 828، وتقريبا 5300 جنيه للنسخه ال 256. هنا اقدر اقول لك فعلا انه هيديك قيمه كويسه جدا مقابل سعر. اشكركم يا رب ما كنتش طولت عليكم، ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه. سلام.